ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتعلمنا مع بعض نوع من انواع الداتا تايبس اللي هي البريميتيف داتا تايبس. قلنا انها بتحتوي على عده فاريبلز او متغيرات اللي هي السترينج والانتجر والدبل والبول. تمام. قلنا ان البريميتيف داتا تايب بتخزن قيمه واحده. النهارده نتعلم مع بعض حاجه جديده اللي هي الكوليكشن داتا تايبس. الكوليكشن داتا تايبس بتخزن اكتر من قيمه. يعني انا مثلا لو جيت قلت لك خزن لي قيمه محمد ده جوه سترينج، فتقول لي سترينج تيم مثلا، وهخزن فيها قيمة محمد بالشكل ده. طيب لو قلت لك عايز أخزن أكتر من قيمة هتعمل إيه؟ يعني عندي مثلا محمد وأحمد ومحمود وإسلام ومصطفى، 5 حاجات. تقول لي عادي جدا، هعمل سترينج تاني وهعمل برضو سترينج بنيم 1 مثلا، أقول له إيكوال أحمد. تمام. وهاجي بعد كده أعمل سترينج تالت، أقول له نيم 2 وهديله قيمة مصطفى. وهاجي بعد كده أعمل سترينج رابع، أسميه مثلا M3 وأديله قيمة إسلام. تمام. وهتيجي بعد كده تعمل سترينج خامس وهتسميه نيم 4 ايكوال، وهتديله القيمة بتاعته عمر مثلا. تمام. طيب انت كده على ما كتبت كل ده انت اخدت لك دقيقة، يعني انت ضيعت وقت ومجهود كمان، في حين ان عندنا حاجة في الكوليكشن داتا تايبس بتخزن كل ده في سطر واحد بس، في متغير واحد بس. تمام. بدل ما انت تقعد تعمل كذا متغير. تمام. لا، انت تقدر كنت تعمل كل ده في سطر واحد وفي اقل من دقيقه. طيب ازاي؟ عندنا من كوليكشن داتا تايبس حاجه اسمها ليست. تمام. وعندنا حاجه تانية اسمها الست، وحاجه اخيره اسمها الماب. بنعمل ايه؟ بنكتب ليست اول حرف كابيتال والباقي سمول، وبعد كده بنسمي الليست دي زي المتغيرات بالظبط. احنا كنا بنعمل سترينج وبعد كده بنديله الاسم وبعد كده بنخزن فيه القيم. الليست برضو نفس الكلام، بنعمل الليست بتاعتنا وبعد كده بنديها الاسم. انا مثلا اخزن مجموعه من الاسماء، ولاحظ ان انا قلت لك مجموعه من الاسماء مش اسم واحد او قيمه واحده. فانا هسميها نيمز وبعد كده ايكوال وبعد كده بفتح القوسين دول. تمام. وجوه القوسين دول بخزن القيمه بتاعتي. انا هخزن اسماء يعني نصوص، ونصوص يعني سترينج. فعشان نخزن قيمه من نوع سترينج او من نوع نص، احنا لازم ان احنا نحطها داخل كوتيشن مارك، سواء كانت سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن. تمام. فانا مثلا هخزن عندي محمد وبعد كده كوما وبعد كده بخزن القيمه اللي بعدها. اخزن مثلا احمد، لو عايز اخزن قيمه كمان بعمل كوما واحط الكوتيشن مارك بتاعتي وبعد كده بخزن فيها القيم الباقيه. انا هخزن مثلا قيمه ثالثه فلتكن مصطفى، وهخزن قيمه رابعه فلتكن مثلا اسلام، وقيمه خامسه فلتكن عمر. تمام. كده انا عملت ايه؟ بدل ما كنت بعمل اكتر من نوع متغير وبكتب كذا سطر كود وبضيع وقت ومجهود، لا انا اختصرت كل ده في سطر واحد، في لاين واحد بس. طيب خلينا نقرا كده مع بعض اللاين ده بيقول ايه. عندنا ليست، الليست دي بتخزن اكتر من قيمه. بعد كده اديت للليست الاسم بتاع اللي هو نيمز، وسميته بناء على القيم اللي انا هخزنها جواها. يعني انا هسمي، يعني انا مثلا اخزن نصوص او اسماء فبكتب نيمز. مثلا اخزن عناوين فبكتب ادرس مثلا. اي حاجه ترمز للحاجه اللي انا هخزنها جوه الليست. تمام. وبعد كده فتحت القوسين دول وفي الاخر قفلت بالسيمي كولون بتاعتي. طيب لو جينا عملنا برنت للنيمز، تمام، بص كده إيه اللي هيحصل. هنلاقي ان هو طبع لنا كل الليست كامله، يعني كل القيم اللي انا اديتها له في سطر واحد طبعها لي كلها. طيب انا لو عايز مثلا استخدم قيمه واحده من دول، يعني استخدم مثلا محمد او احمد او مصطفى، خلينا مثلا نستخدم محمد. تمام. فبعمل ايه؟ باجي في البرنت هنا بعد ما بكتب اسم الليست بتاعتي، بحط برضو نفس القوسين دول
وبعد كده بديله الرقم بتاع القيمة أو الاندكس. ولكن في ملحوظة صغيرة عايز أقول لكم عليها، إن الليست بتتعامل مع تخزين البيانات، بتخزن أو بترقمهم بداية من الزيرو. يعني أنا مثلا لو جيت قلت لك محمد رقم كام هتقول لي رقم واحد، وأحمد رقم كام هتقول لي رقم اتنين، ومصطفى رقم كام هتقول لي رقم تلاتة. لا، دارت بتتعامل على أساس إن محمد رقم زيرو، وأحمد رقم واحد، ومصطفى رقم اتنين، وإسلام رقم تلاتة، وعمر رقم أربعة، وهكذا. يعني هي بتبدأ معانا من زيرو مش من واحد. فأنا لو حابب إن أنا أعمل برنت لقيمة محمد، فباجي هنا بقول له أنا عايز نيمز وعايز الاندكس رقم زيرو. ليه الاندكس رقم زيرو؟ لأن إحنا اتفقنا إن دارت بتتعامل مع الأرقام أو تخزين البيانات بداية من رقم زيرو مش من رقم واحد. تمام. فهنا أنا قلت له عايز أطبع عايز أعمل برنت لقائمة ليست، للليست نيم، وعايز أطبع القيمة رقم زيرو، الاندكس رقم زيرو اللي هو محمد. لو جيت عملت برنت كده هتلاحظ إن هو طبع لك محمد. طب لو جيت كتبت له الاندكس واحد هيطبع لك القيمة اللي هي أحمد. بص، بص طبع لك أحمد. لو حبيت أطبع مثلا عمر، عمر ده رقم كام؟ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. هل هتقول له عايز أطبع رقم خمسة؟ لا، هتقول له عايز أطبع رقم أربعة. إن إحنا اتفقنا مع بعض إن محمد ترقيمه زيرو، الإندكس بتاعه زيرو، وأحمد الإندكس بتاعه واحد، ومصطفى اتنين، وإسلام تلاتة، وعمر أربعة. فأنت هنا بتيجي تقول له أنا عايز الإندكس رقم أربعة. لو جيت عملت برنت هتلاقي إن هو طبع لك عمر. تمام. طيب عندنا حاجة تانية. لو انت مثلا عندك اكتر من سطر كود، عندك كتبت مثلا فليكن 1000 سطر كود، وحابب ان انت تضيف قيمة للليست، يعني عايز تضيف اسم جديد، فهتعمل ايه؟ هتقول لي سهلة جدا، هطلع فوق واقعد ادور على الليست بتاعتي مكانها فين. تمام. وبعد كده اضيف لها القيمة بتاعتي. هقول لك لا، في طريقة اسهل. انك تعمل ايه؟ تيجي في المكان اللي انت بتكتب فيه سطر الكود بتاعك مثلا، وحابب ان انت تضيف ليست. تمام. عايز تضيف قيمة، فبتعمل إيه؟ بتكتب اسم الليست بتاعتك اللي هي النيمز، وبعد كده دوت اد، وتفتح القوسين دول. تمام. وتيجي جوه القوسين تكتب القيمة اللي أنت عايز تضيفها. يعني خلينا نقرأ الكود كده مع بعض. أنت هنا قلت له عايز الليست اللي هي نيمز دوت اد، يعني دوت اد دي يعني أنت هتضيف قيمة جواها، وبعد كده بتكتب له القيمة اللي أنت عايز تضيفها. فلتكن مثلا محمود. تمام. وتيجي بعد كده عشان نتأكد، لو عملت برنت للنيمز، بصوا احنا عندنا هنا محمد واحمد ومصطفى واسلام وعمر. تمام. ما فيهاش محمود خالص. تمام. لو جيت عملت ران، احنا هنا قلنا له احنا عايزين نعمل برنت للنيمز. بص كده، عندك محمد واحمد ومصطفى واسلام وعمر ومحمود اللي انت عملت له اد فاليو من هنا. تمام. طب لو انت عايز تضيف اكتر من قيمه هتعمل ايه؟ هتقول لي احط كوما وبعد كده اضيف القيمه التانيه كده. هتلاحظ ان هو مدي لك ايرور. طب ليه مدي لك ايرور؟ لان انت هنا عامل له اد بس، يعني مش اد اول. بص كده معايا، لو جيت عملت اد اول اللي هي دي، اد اول انت تقدر تضيف اكتر من قيمه. تمام. فهتيجي بقى تحط القيم بتاعتك بالشكل ده. آه، محمود، وتيجي تضيف القيمه التانيه بتاعتك. بس هتلاحظ برضو ان مديلك ايرور. طب ليه مديلك ايرور؟ لان انت هنا بتقول له انك عايز تضيف اكتر من قيمه، وانا في اول الفيديو قلت لك ان القوسين دول بنستخدمهم لو عايزين نتعامل مع عمليه تحتوي على اكتر من قيمه، يعني سواء كنت بتخزن او بتضيف. طيب في الحاله دي هتعمل ايه؟ هل هتمسح القوسين دول؟ هقول لك لا، هتيجي جوه القوسين العاديين اللي انت عملتهم دول، وتحط القوسين التانيين بتوع الليست بالشكل ده، وجوه القوسين هتضيف القيم بتاعتك. محمود. تمام. وليكن مثلا نضيف قيمة تانية نسميها زياد مثلا. تمام.
لو عايز تضيف اكتر من كده برضو ممكن تضيف عادي. آه، ادم مثلا هتقبل معاك عادي. لو جيت عملت برنت بقى للنيمز، نعمل رن كده مع بعض نشوف. هتلاقي عندك كده محمد واحمد ومصطفى واسلام وعمر، دول اللي هم بتوع الليست اللي احنا عملناها. بعد كده هتلاقي ان هو مكمل معاك بمحمود وزياد وادم، اللي احنا عملنا لهم اد اول كفاليوز. تمام.